وبقى في وضع تاعو الطبيعي وما ينزلش بحال اللي نزل في السنوات اللي فاتت. زكي في الاستوديو كاين معك مصطفى الحداوي وايضا سعيد الصدوق غادي يطرح لك بعض الاسئله. سعيد، اذا كنت في استماع تفضل. واش بغيت نعرف غير واش زكي تيسمع الاسئله؟ تسمع الاسئله ديال سعيد؟ يمكن الاخوان يعطونا اعاده صوت بالنسبه للسؤال ديال سعيد. طيب غير لا سمعتي حسن انت في السماع الان تسمع الان بامكان زكي السمع؟ اعطيني سؤال انا غادي نطرحه لك. الا بامكان تسلم المعيد الصوت اللي عندك تسلموا للزكي لانه الحداوي يبغى يتحدث معاه. نعم تسمع الان. طيب زكي اولا هنيئا لك بهذا المشوار واللي في الحقيقه المغاربه كلهم فخورين بالفريق ديالهم والفريق وبالمهندس ديال هذا الفريق اللي هو بدو الزكي. فحقا بانه اثلجت الصدور ديال كل المغاربه لانه كل المغاربه الان موجودين في الشوارع فرحانين بالانجاز. الى خسرنا مقابله راه ربحنا فريق وهذا المسار ما سبقش تحقق لا في الاقصائيات ولا في مباريات النهايه. هنيئا لك. يمكن نخلي الحداوي اللي رفيق ديالك في المباريات بغى يتحدث معك ممكن تحدث معك. تفضل مصطفى. الديناميت بعدا الزكي تنعيطوا ليه الديناميت وراه باين على انه ذاك الديناميت هذيك السميه راه ديالو. فرحانين بزاف احنا ولان الجينيراسيون وحده حنايا ملي بدا الاشراف ديالو على الفريق الوطني المغربي. كما قلت انا راه غادي يمشي للمربع الذهبي وراه اكدت شحال من مره. واللي عجبني بزاف هو ان ملي خدا الفريق الوطني هو اللي تحمل المسؤوليه باش ينادي على اللاعب اللي بغى هو. وراه كاين بزاف ديال الناس يقولوا راه ما عيطش على فلان وفلان. كاين لعابه مزيانين حتى هما بحال اللي عنده في المجموعه ديالو ولكن ما داخلينش في المنهج اللي بغى الزكي باش يدير الطابع ديالو. هذه هي القوه ديال الزكي بانه تحمل المسؤوليه ديالو في الاختيار ديالو. فانا تنتسنى السؤال ديالك. شنو السؤال اللي تسول؟ السؤال ديالي هو قبيله ملي شفناه تكلم وما قدرش يتكلم. الان واش تكلمتي مع اللاعبين ديالك لان ذاك الرغبه ملي بغيتي تتكلم ما قدرتيش لان ذاك الحسره اللي بقات بحال كيما تكلمتي بان واش انت تبين لك انا على كنا خصنا نديو هذا الكاس لان هذاك هو اللي بغينا نسمعه من عندك. اولا تحياتي للاخ والصديق مصطفى الحداوي وكذلك لحمادي حميدوش اللي كنشوفه بجانبك. كيف ما كتعرف مصطفى احنا عندنا واحد الغيره وطنيه وعندنا كنعرفوا الشعب المغربي ملي بدينا المنافسه هو كيخرج للشارع وكيحتفل بينا وكيساندنا وبدا كيقرب ذاك الحلم اللي كان قريب. وتنظن بان المنتخب المغربي الا كان شي منتخب كيستحق شي حاجه في هذا المكان هو المنتخب المغربي اللي بين على العطاء تاعو وعلى التقنيات تاعو وعلى الحب تاعو للرايه ديال المغرب وعلى الدفاع تاعو.